السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. ثانيا مبروك الشحنة الجديدة. ثالثا أول مرة أعرف إن الصين بتاخد شهر كامل أجازة. الصين يا جماعة احتمال أسبوع ولا حاجة وتاخد شهر أجازة أو حاجة زي كده. داعم العرض الباشمهندس حسام الشرقاوي بعد إذن الحاج صلاح طبعا، لأن هو الحاج صلاح هو اللي معتمد شهر واحد كله. والفكرة برضو بتاعت الباشمهندس حسام اتكلمنا فيها وبتاع، وجت تحت نطاق حاجة حلوة. بنلاقي في الواتس في التعليقات عايز عود ومكنه كذا بس يكون حاجه حلوه، عايز ما تشوف لي كذا بس حاجه حلوه، فالعرض اسمه حاجه حلوه. العرض ده جامد جدا يا اخوانا، جامد جدا في محتواته، كل حاجه فيه حاجه حلوه وفي سعره. يعني ان شاء الله هنطلع بيكم ترند بالعرض ده. زائد في اوبشن اسمه الاوبشن الاحلى، يعني خليك معايا للاخر عشان اوبشن الاحلى ده خلاص. برضو واحنا بنفكر قلنا انت هتاخد العرض وممكن تختار كمان حاجات معينه، لو مثلا عندك عود او مكنه من اللي في العرض وعايز عود ومكنه تاني، او عود بس، غالبا هيبقى عود بس، او زي ما انت عايز عندك وعايز مثلا حاجه بديله له، عاملين الاوبشن ده. طيب نخش في الموضوع على طول يا جماعه، لان ايه الموضوع حلو وحلو قوي. قبل ما ابدا بس الاستاذ ابانوب من صملوط المنيا شاحن مني 5 عبوات المان، عشان ما تزعلش زي المره اللي فاتت يا استاذ ابانوب، انا مش هغلف لك الا لما تشوف العرض وتجيلي على الواتس، لانك انت طالب 5 عبوات، فبيتهيألي زي المره اللي فاتت ما زعلت وقلت لي انت عملت العرض بعد ما شحنت لي وبتاع، فغالبا ممكن تاخد عرضين من ده وتلغي ال5 عبوات المان. فانا مش هغلف لك الا لما تشوف الفيديو وتتواصل معايا واتس. وفي خدمتك يا عم ابانوب ولا تزعل. بسم الله الرحمن الرحيم. العود الستار ماكس اللي من سنتين فاتوا عدت عليه عربيه وزنها طن ومحمله بضاعه تقريبا 500 كيلو، يعني طن ونص، وصورنا الرخصه عشان الناس تتاكد. ومن سنتين برضه الناس راح لها العود بعد ما عملنا عليه الاختبار ونزلنا اراء الناس، وكان في تعليق 2 3 بيقول لك ايه يا عم انت حاطط العود على طريق ترابه وبتمشي عليه العربيه، ما تحطه على الاسفلت. اسمح لي اقول لك يعني يا فلحوس هات عود ياباني واعمل عليه نص اللي انا عملته. يا راجل انت لا بتشتري ولا بتعمل، انا مش بكلم حد بعينه، ده انا بتكلم بس ايه، ده من سنتين الموضوع ده، ولكن بفضل الله بنعمل اختبارات ما حدش بيعملها، ومش محتاجين نقول كده، ان حضراتكم عارفين يعني. واكيد اللي كتب التعليق ده من سنتين لا مش من اهلنا يا جماعه، الموضوع مش تجاره. الناس اللي متابعه واحد الصيادين متاكده ان الموضوع مش تجاره، احنا اسره مع بعضين. عايز تتفضل معانا على راسنا، مش عايز اوعى تفكرنا محل بنبيع وخلاص. ندخل في الموضوع، واسف ان انا طولت. العود الستار ماكس الاصلي وبرضه الناس اللي متابعه عارفه ان انا عامل مشكله في موضوع الاصل والتقليد ده من سنتين فاتوا، والحمد لله كلامي طلع صح. ما علينا، بطول انا كتير معلش. الستار ماكس الاصلي الكعبه متبطن جلد لوكس، تشطيب سوبر لوكس، ستار ماكس تشطيب سوبر لوكس. اظن اللمعه الناس برضو اللي شرحناها الاصل من التقليد اللمعه باينه، وهو البيانات اهي، الكلام المكتوب ده اللوكس طبعا. خد ستار ماكس شغلوا غماش، شغلوا حداف، شغلوا تشويح، شغلوا اللي تشغلوا، اسالوا الناس اللي واخدينه من 10 سنين. خلاص الستار ماكس ده عامل ايه؟ طيب صلي بينا على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حاجه حلوه، كل عود بينادي مكانته، فيا اما الداي يا اما الاكس. بود من الكربون، حله معدن، مقاس غالبا هيبقى 7000، اليد كوره، مرونه ونعومه وناس حافظينها، ان مفيش اوردر بيطلع من عندي الا في مكنه اكس او مكنه داي. طبعا المكنه الداي دي مكنه مقاتله وشيك وبتاع وانيقه وبتاع، وتمشي على لون العود غالبا. حاجه حلوه، حاجه حلوه بامر الله. اصبر بس كده وانا هقول لك يعني الباشمهندس حسام جاي لنا بايه. عود ستار ماكس على مكنه باشا، انت بقيت باشا. طيب معانا صنارتنا اللي هنصطاد بيها يا معالي الباشا، معانا صنارتنا ده ليك العود والمكنه، هتختار ما بين الاكس والداي، ما تختارش المكنه اللي هحطها لك هتعجبك، انا عارف، انا والناس اللي خدتها عارفه يعني الكلام ده. بقى معاك صناره قشطه او الغط كده. طيب عايزين بقى بكرتين خيط، طب نجيب لك حاجه تحتني؟ لا انا مش محتاج اتكلم،
انا اهو كفايه بس اللي انا عامل كده. خلاص يا باشا، بكرتين خيط. خد بالك ان دول لوحدهم ب 70 جنيه، اوعى تبص للبند ان هو صغير. اتفقنا؟ طيب عايزين حاجه رمال بقى للغله وللدود والعجين والريم وللمالح وللعزب، و150 متر وناعمه وياباني. رمل يا باشا، ودي لاصحابك ترمل، ينوبك صواب وتهاد وتحب وعيش. بقره ياباني. معاك اكسسوارات ان كان المكنه والعود عاجبينك ودخلوا دماغك. الاكسسوارات ما فيهاش يعني مش 99% جوده، 100% بامر الله، وعينك توريك، والناس اللي راحت لها الحاجات دي عارفين ومتاكدين. يعني شويه ده هم بس كده بفلوس، بس مش خساره فيكم، وكفايه محبتنا لبعض في الله. طيب يا عم الحاج، خدت الخيط يا باشا، خدت سنارتك وخدت الخيط المحترم اساسي ورمال، ماشي. صور لي يا باشا السونار الالماني ده كده. ماشي يا كبير. هو الناس حافظينه وعارفينه، وعارفين ان الياباني بتاعه من 6 شهور اللي انا جبته كان ب6 جنيه واتعمل عليه عرض، وعارفين ان الالماني ده السن كان بجنيه وبقى ب2 جنيه وبقى ب2 ونص، وجايبينه ب5 جنيه و80 قرش واتعمل عليه عرض عشان يبقى السن ب3 جنيه. يعني العبوه دي اللي حضرتك شايفها ب150 جنيه. طيب لما نقول لك حاجه حلوه وانت حبيبنا وعلى راسنا من فوق، ندي لك عبوه في العده العاليه دي تشغلها ايه؟ نجبرك تشغلها غماز وتقول يا ريتني كان معايا من الالماني ده حداف؟ لا يا معالي الباشا، ادي عبوه ثمنها 150 جنيه للحداف، وادي عبوه ب 150 جنيه للغماز الماني برضه. عبوتين ده هم ب 300 جنيه يا استاذ ابانوب. عرفت ليه انا بقول لك مش هشحن لك الا لما ترجع لي؟ دول لوحدهم كده بره ده كله ب 300 جنيه. اتفقنا؟ اتفقنا. لسه. طيب بوكيه الورد، وتعالى لي تاني. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فلات هجيبهم لك. لا وانا بغلف مش هحط 6 واقول 6، لا هم ال10. خلاص؟ خد بالك كل الباقي ده مش هقول عشان في ناس ايه بتحسبني بشايلهم جمايل، ما علينا. 10 فلات مشكلين بشكلهم يا جماعه، احنا الصيادين قبل التجاره والله، يعني احنا بنبقى عارفين احنا بنعمل ايه. طيب وانتوا والله خدمتكم شرف لينا وبنبقى مستمتعين. انت عارف لما اوردر يروح لواحد ويبعت لي ان هو الله ينور يا فوزي بتاعه وانشره على الصفحه، والله النفسيه بتاعتي بتبقى حلوه. حاجات ما يعرفهاش الا التجار بس يعني. يبقى 10 فلات. طيب حضرتك هتشتغل بالليل مش ناسينك، نديله كام؟ نديله 5. طب افرض بيطلع معاك واحد صاحبك من النوع اللي هو ما بيشتريش، ما تجيب لي شمعة وبتاع، هديك 10 فسفور. 10 فسفور. هديك برضو ايه، في حاجات والله يا اخوانا بتبقى في النواهي كده بنطلعها ومن غير حساب. بنديك برضو ايه، درجين حفظ تحفظ بيه الفسفور عشان تبقى قاعد كده شيك في كل حاجه، حتى حفظك للفسفور عاملين حسابه. طيب الفل ما قلناش الزنقات، هنديك برضو ايه 10 على قد الفل، 10 زنقات وحامل فسفور، تزنق الغماز وتحط الايه مكان الفسفور. معاك عده محترمه وحاجه حلوه وما شاء الله كلها عاليه وبفلوس. طيب انا بس قبل ما اقول السعر انا اسف معلش، انا كنت يعني انا بعترف لكم اهو، انا قلت للباشمهندس حسام الاثنين الالماني دول عاليين، وانت عايز تعمل عرض سعره يعني متوسط كده للناس، فنحط مكان السنار الالماني حاجه مستهد او مصري او يعني. قال لي لا اظبطها بدماغك يا فوزي، حتى لو هتاخر العرض الجاي اظبط الناس. فانظبط بالطريقه اللي حضرتك شفتها دي. يعني السنار ده لو اتشال اصلا، لو اتشال ثمنه لوحدهم 300 جنيه ومعمول عليهم عرض، يعني المشكله في كده، لو اتشالوا وقلت الرقم بتاع العرض كنت هبيعه وكنا هنوفر 300 جنيه للعرض الجاي. ولكن والله انا بقول الكلام ده عشان اعمل فاصل ما بين بيع وشراء للمحبه في الله، وعينك بتوريك والسوق بيوريك، يعني ما تقتنعش بكلامي، انت عينيك توريك. خلاص؟ كل اللي انت شفته العود الستار ماكس، المكنه الاكس او الدي، الاثنين خيط بس يا ابني، البكره الياباني، الاثنين الماني،
ال10 فل، ال10 فوسفور، ال2 حفظ، ال10 زنقات، 775 جنيه. 775 جنيه. لو شلت دول كده هتلاقي بقيت العرض ب 475. يعني اقول ايه؟ يعني الف مبروك للي هيتاجر، والف مبروك للي هيهادي، والف مبروك للي هيقتني. وانا نصيحتي لله والله العظيم اوعى تفوتوا العرض ده. والله ما بتحصل الحاجات دي الا نادرا. والحمد لله على السلامه يا باشمهندس حسام، والف شكر طبعا انت والحاج صلاح وبقيه الاخوه برضو. بس عشان ما اطولش اكتر من كده خليني اقول ان التواصل واتس بس، مش في التعليقات ومش في الفون رجاء، لان العرض ده فئه سعريه هيجيب عدد. يعني في الطبيعي العروض ام 2000 بتجيب لي ب 300 رساله، ما بالك ده؟ فبالراحه عليا. واتس على 0173 8187. ثمن الاوردر بيندفع فودافون كاش، ثمن الشحن تدي لي المندوب عند الاستلام بيوصل لك من 48 ل 96 ساعه، مش شرط يجي لك لغايه بيتك الا اذا كنت في خط سير وغير كده بيقرب معاك المسافات. شركه شحن يا جماعه، ما بعتش حد من عندي. عنوان شنوفه شبين الكم منوفيه، مكانكم طبعا وبيتكم، تنوروني في خدمتكم. وفوزي بيقول للناس بقى المقربه حالا تعالى لي على الواتس حالا. السلام عليكم. الاوبشن الاحلى يا حبيب قلبي ان حضرتك ممكن يكون عندك العود، عندك شبيه ليه، نفسك في عود عند فوزي قاسم بقالك فتره، بتقول لي هنشيل العود لانه عندي، او مثلا انا نفسي في العود الامين الامازون بتاع مش عارف ايه، بدفعك بحسب لك العود ده من العود ده وادفعك الفرق واديك العود اللي انت عايزه عشان يبقى انت عملت اللي انت عايزه في العرض ده. السلام عليكم.